ورجعنا لكم مستمعينا في عيادة مصر على راديو مصر. ابني مش بياكل كويس، هو ده اللي بنتكلم فيه النهارده، حديث الامهات جميعا اللي بيكلمنا عنه الدكتور عبد الرحيم لكلوك، استشاري اطفال وحديث الولاده وعضو الجمعيه المصريه للمناعه والحساسيه وعضو الجمعيه العربيه للتغذيه في الاطفال. منورنا يا دكتور. شكرا ليكي، ربنا يكرمك، ده نورك. ربنا يخليك. احنا بدأنا بالعبارة دي من أول الحلقة، وحضرتك قلت لي وكنت بدأت تشرح إنه إزاي في أسباب كتير لابني مش بياكل كويس، تستبعد منها العضوية الأول. اللي هي نسبتها قليلة. تمام. انا نفسي الامهات تبقى فاهمه ازاي تتعامل مع ابنها في الجزئيه دي، لان هي 90% من حل المشكله في انت تتعاملي ازاي معاه. بس فيعني الام اللي شغاله سوبر ماركت ده 24 ساعه كل ده مستنياه ياكل اللحمه والبطاطس بتاعتك. هي متخيله كده انها بتحركه عشان ياكل. لا هو شبع خلاص. لا وما تستقليش حاجه، يعني ما فيش حاجه اسمها ايه ده انا مش بجيب له كتير، ده هو يا دوب بس نايطايه وبسكوتايه وعلبه عصير. يعني بالنسبه لها ده مش كتير. يعني عايز اقول لك هي لو بونبونايه كافيه ان هي تشبعه اليوم كله. لكن هي بتجيب العصير. وده بالنسبه لها مش كتير. ده حاجه قليله. يعني ده ابن اختي تمام كان بيجيبوا له السوبر ماركت كله ورغم من كده بياكل. اشمعنى ابن اللي انا بجيب له 3 حاجات بس ما بياكلش؟ تمام. وخدي بالك من جزئيه تاني، انا ابنك اللي بياكل سوبر ماركت كتير ده تمام حتى لو بياكل في البيت كويس، انت كده مش بتخليه يستفاد من اكل البيت. لان هو اكل السوبر ماركت بيمنع امتصاص اكل البيت اصلا. لان انت كده دي سموم. السموم دي بتفرش في الجهاز الهضمي، خلاص منعت، انت بتعمل عسر هضم اصلا، لان كلها مواد حافظه مثلا. بالظبط. وما شابه. بالظبط. وبتاثر في البكتيريا النافعه اللي موجود في الجهاز الهضمي، اللي هي 80% من رفع مناعه جسمه بتبقى من الجهاز الهضمي. فبالتالي مناعته برضه هتبوظ لو ما اكلش اكل صحي. تمام. وانت عارفه كده كويس. يعني هو لما بياكل سوبر ماركت كتير، انت نفسك من غير ما تيجي تشتكي هقول لك طالما بياكل سوبر ماركت كتير ابنك بيتعب كتير، وانت على طول عند الدكتور. معروف ده بيؤدي لده على طول. بمناسبة ان الام بتبقى عايزة تحل الموضوع ده بانها تجيب حاجة لابنها تأكله وخلاص، يعني مهم ياكل عندها. فدايما بنلاقي الام اللي هي مستسهلة، طب ما دام ما بياكلش اجيب له مثلا بيتزا. يعني بيتزا السم الابيض. بيتزا هي اللي هو هياكلها، وحاجة صحية افضل من غيرها. مش صحية لا. هم بيقولوا لا 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 لا. انت عارفة في حاجة اسمها السم الابيض؟ هو ايه السم الابيض؟ تمام. الدقيق، الملح، السكر. اي حاجه من ال3 الحاجات دول تمام مش صحيه خالص. المخبوزات والبيتزا والساندوتشات والجانك فود والحاجات دي، اي حاجه داخل فيها دقيق ده مش حاجه صحيه. اي حاجه داخل فيها السكر بتاعنا ده مش حاجه صحيه. اي حاجه داخل فيها ملح كتير ده مش حاجه صحيه. فكل دي حاجات المفروض ان احنا نقللها بقدر المستطاع. انا مش قادره وبتاع، اعرفي بس ان هي غير صحيه وبالتالي هنقلل. يعني بياكل. وخدي بالك من حاجه، في حاجات السكر مخفي. يعني ايه سكر مخفي؟ هو الزبادي اللي بالفواكه ده هو ده ما فيهوش سكر؟ لا طبعا في سكر صح؟ في كم معلقه سكر؟ مش عارفين احنا. تمام. في كم معلقه؟ توقعي، اضربي رقم. ده في بيحطوا عليه سكر. في معلقتين مثلا 7. يا الله 7. الكان بيبس في كام سكر؟ 3 4 تمام. عدى 7 وعدى 8 وعدى 10 كمان. الله. واحنا شغالين فكله ده شغال. فكل ده حاجات انت مش حاطه في بالك ان هو بياخد سكر. تمام. فانت كده بياخد كميه سكر كبيره. مش لازم السكر بتاع المطبخ. ايوه هو ده اللي انت بتحسبيه يعني. تمام. لا كل اللي حوالينا دي سكريات. فخدي بالك حتى لما ياكل زبادي ساده، ما ياكلش زبادي فواكه. فكل دي حاجات بتاثر. دي سلوكيات مختلفه، اسباب قويه جدا يا دكتور. في حاجات تانية؟ في ايه تاني من الاسباب في تعاملاتنا مع اولادنا تخليهم ما ياكلوش كويس؟ هو في جزئيه احنا قلناها من شويه، قصه ان انت تضربي وتزعقي وكده. تمام. في جزئيه بقى العكس، ان انت تترجيه عشان ياكل. والنبي لا دي. والله العظيم. والله يعني. تمام. يا حبيبي كل عشان اجيب لك اللي انت عايزه. تمام. طب بص هجيب لك شوكولاته وتاكل. طب بص انت كان نفسك في عجله. تمام. عارف انت لو اكلت كويس انا هجيب لك العجله. انت عارفه كده انت بتعملي ايه؟ انت بتخليه بتدي له مفتاح يخليه يرفض اكل اكتر. هو مش عايز العجله، هم هيجيبوا لي العجله لما انا ما اكلش. لما انا هم بيعرضوا عليا حاجات حلوه لما انا ما اكلش. فانا لما كل ما هيجيبوا لي اكل انا هقول لهم مش هاكل، حتى لو انا جعان، حتى لو انا بموت بفرفر. تمام. برضو مش هاكل. وده مصدر اهتمام رهيب عشان لا. والعيال عايزه ايه؟ تعيش ملكه. بصوا انا لما برفض الاكل
البيت كله بيتقلب حاله. ايوه تمام، كله بيقعد يترجى فيا. الله. ده هي بتتكلم عني مع خالاتي ومع الناس ان هو ما بياكلش. ايه ده بيتكلموا عني. الله. فالطفل بيحب الناس تتكلم عنه. فانت مش بتتكلمي عنه غير في موضوع ان هو ما بياكلش. فدي جزئيه تبطليها بقى خالص. بطليها بقى يا ماما يا ست الكل عشان ابنك ياكل كويس، صح كده؟ صح. طب نرجع بعد الفاصل نكمل. يلا بينا. يلا بينا.